هنا هتلاقي التوفير والأكل الحلو. أهلا بكل ست بيت نفسها تعيش مرتاحة حتى لو كانت الظروف صعبة. ميزانية 1000 جنيه إن شاء الله. هقول لكم على ميزانية لحوم لأكلات العيد، هقول لك على أكلات هتكفي وتوفي، وكمان هننوعها كده بإذن الله. أهلا بكل ست بيت نفسها تعيش مرتاحة حتى لو كانت الظروف صعبة. مش مهم يا بنات إن الفلوس تكون قليلة، ولكن المهم إن النفس تكون مفتوحة. تعالي اقول لك بقى على شويه اكلات حلوه كده، منها اوعدك بقى ان احنا هنعمل اكلات حلوه قوي، وهوديكي شويه افكار كده تنوعي بيها، وهقول لك تجيبي ايه بالظبط بالاسعار. كوني معاك اختكم هبه. يا رب الفيديو يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه الجايه نكون انا وانتم على جبل عرفات. قولوا اللهم امين. ويا رب كل اللي يدوس لايك يا رب يرزقنا انا وهو بزياره الحبيب. وانتم طيبين، واول عيد كده مع بعض ان شاء الله يا رب، ومش اخر عيد باذن الله. طيب تعالي اقولك على تقسيمه حلوه قوي، واقولك ازاي تجيبي ب1000 جنيه لحوم للعيد. كمان فيها تنوعات وحلويات، وفيها كل حاجه حلوه ان شاء الله زي قلوبكم كده. اول حاجه انا عايزاكي تروحي تجيبي كيلو كده من لحمه الراس ب200 جنيه. تلاقي لحمه الراس عامله 200 جنيه، هاتيلك كيلو وهقولك بالظبط هنعمل ايه بعد كده. يعني اول 200 جنيه هتسحبيها من ال1000 جنيه، هتجيبي بيها كيلو من لحمه الراس. تبدأي تعمليها بقى طواجن، تعمليها بفلفل وتقلية، وتحطيها كده في سيرفيز وتدخليها الفرن اللي انت عايزاها، تشوحيها. يعني ان شاء الله في افكار كتير قوي تقدري تشوفيها، ولو حابة ان انا انزل لك يعني الفيديوهات دي عملي ما فيش اي مشكلة خالص، هبقى انزلها لك. يبقى اول 200 جنيه هناخدها ونجيب بيها كيلو من لحمة الراس. طيب تاني حاجة بقى هتاخدي بقى تاني 200 جنيه وهتنزلي تجيبي كيلو من الممبار. هتلاقي يعني في حدود كده 130 جنيه المتنضف. هتجيبي كيلو من الممبار هيبقى عامل 130 جنيه المتنضف. اما التاني انا مش عارفة سعره كام، ولكن انا بجيب كيلو دايما المتنضف، بحط كده فيه ليمون وبحط خل وبغسله تاني طبعا، لكن بيبقى معايا زي الفل وزي القشطة. بكام دوت؟ ب130 جنيه. وهتجيبي كمان كيلو من الحلويات هتلاقيه ب50 جنيه. كيلو الحلويات ب50 كده عامل معايا. هتسحبي ال200 جنيه التانيين وهتجيبي 2 كيلو من الكرشة المتنضفة ب70 جنيه. هتجيبي 2 كيلو. عايزة تجيبي الكرشة التانية وتنضفيها في البيت انتي براحتك، شوفي انتي اللي يريحك واعملي. هتجيبي 2 كيلو كرشة، يعني المهم ب140 جنيه. تجيبي مع الكرشة تقولي له وزن لي ربع كيلو كده من الفشة، هتلاقيها ب35 جنيه وربع كيلو. الكيلو هتلاقيه ب140 جنيه، فلو جبتي نص ب70، لو جبتي ربع ب35. انا مظبطالك الدنيا يعني بالميزانية المحددة اللي معانا. فهيلاقيكي جايبه معاه كرشه، هيلاقيكي جايبه ممبار، هيلاقيكي جايبه لحمه راس، فهيديك الربع الفشه عادي، مش هيقولك لا خالص. وبعدين هتروحي تجيبي برضو كيلو من اللحمة العادية ب350 جنيه. انت وشطارتك، لو انت عايزة من اللحمة التانية فيه ب300 ولكن بتكون كبيرة شوية، انا عملتها لك من 300 ل 350. وهتجيبي ربع كيلو من اللحمة المفروم، حابة تجيبيها البلدي تمام، حابة تجيبيها هتجيبي ب100 جنيه يعني عموما. حابة تجيبيها اللي هي مجمدة بتبقى حلوة قوي برضو، هي هتبقى اكبر شوية. لو انت جبتيها مجمدة تبقى اقل من نص بحاجات بسيطة. تقدري بقى تعملي بقى صينية رقاق، تقدري تعملي جلاش، تقدري ان انت تعملي بقى الكرشة مع الفرشة ومع الممبار، وتعمليهم كده وتشوحيهم كلهم مع بعض وتعملي حلقة كده. اللهم بارك، تكوني جبتي بمبلغ بسيط حاجات ان شاء الله تكفيكي وتكفي عيلتك، وتكوني نوعتي كده بال1000 جنيه. لو حسبتي المجموع كله هتلاقيه 1005 جنيه بالظبط، يعني ما يعادل 1000 جنيه. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. السنة الجاية يكون على جبل عرفات، اللهم امين. حبيتش اطول عليكم حبايب قلبي. لو عايزين بقى ان شاء الله ميزانية 2000 جنيه و1500 المرة اللي جاية قولولي، وان شاء الله هعملها لكم. بشكركم جدا جدا، وبشكر كل حد وصل معايا لحد هنا. شكرا جدا ليكم. ما تنسوش يا بنات لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل ستات البيوت. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.